طيب خلونا نكمل الجزء الثاني بتاع رأي الصنايعية في المهندسين. كتير قوي حضرتك ممكن بتشوف على الفيس صنايعي يكتب أنا عايز مهندس ابن حلال ومحترم أشتغل معاه وأشيل من وراه شغل. مش بيحصل الكلام دون. طب هو ليه بيعمل كده؟ لأنه هو عارف كويس جدا إن وجوده في منظومة فيها شغل منتظم وشغل ماشي كويس بيعمل له استقرار في حياته واستقرار في بيته واستقرار في دنيته. اما هو الشغل بتاعه ان هو يقعد على القهوة ويستني ان الدنيا حد يكلمه او يجي. طبعا الرزق بتاع ربنا، ممكن وانا قاعد كل يوم يجي لي مليون شغلانة، وممكن كل شهر تيجي شغلانة، وكل اسبوع تيجي شغلانة. ده الرزق بيقسمه ربنا. لكن التواجد في منظومة شغالة هي بتكون اريح للانسان في العموم. اريح للانسان في العموم. فهو النهارده لما بيجي الصنايعي الشاطر ويقول انا عايز اشوف مهندس محترم وابن حلال او شركه اشتغل معاها وياخد مرتب، ده بيكون حاسس فيها بالامان، حاسس ان عنده مثلا تامينات اجتماعيه هيقدر ياخد فيها مثلا معاش بعد ما يطلع، حاسس ان عنده تامين صحي هيقدر لا قدر الله لو حصل ليه اي مشكله انه هو هيقدر يعالج نفسه او يعالج عيلته. في حاجات ومميزات بتبقى حاجات ضد حاجات. عشان كده دايما بنقول حتى ممكن هنا العميل بيحسبها احيانا، يقول لك ما هو انا لما هجيب صنايعي، الصنايعي ده ممكن يكون قاعد بقاله اسبوع ولا 10 ايام ما اشتغلش، فجاي عايز يطلع فرق الفلوس دي مني. فلما يجي النهارده يقول له على شغلانه، انا حاسس كزبون ان الشغلانه دي مش هتتكلف غير 1000 جنيه، يجي الاقي الصناعيه بيقولوا لي 2000 و3000 و4000 جنيه. مرة يعني شفت بوست على الفيس، واحد زبون طالب شغلانة معينة، مرمى زي ما بتقولوا كده الصنايعية، مرمى صغيرة. ابتدت الناس ب20,000 جنيه عشان هو كان في كومباوند من المشهورين قوي، وفضل يخشوا يضربوا الصنايعية ببعض لحد ما وصلت ل2000 جنيه. من 20,000 جنيه ل2000 جنيه. ما هو برضو الأسعار اللي بيحصل إن الصناعية تضارب فيها بعضها دي حاجة مش كويسة. لان في الاخر انا كزبون هسأل نفسي، اللي قال لي ب20,000 جنيه دون كان هيديني شغل يعني شكله ايه، واللي قال لي ب1000 ولا 1500 جنيه ده هيديني شغل شكله ايه. طب انا لو خدت شغل المتوسط اللي هو ابو 5000 ولا 7000 او ابو 8000، هل هيديني الشغل الصح؟ ما هي هنا بقى بيجي دور المهندس هنا لما بيجي يخش عند العميل ويقول له انا هبقى مسؤول عن الشغل. دي بتبقى حاجة مختلفة. ليه؟ لان انا في الاخر عارف ان في شخص هو فاهم المفروض، هو دارس المفروض، هو عارف الكلام ده. هو زي ما اتفقنا مايسترو او رمان الميزان. لو انا عندي شغل سباكه وشغل سيراميك، شغل بورسلين، شغل رخام، شغل كذا 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 كذا، هو هيعرف يربط ما بين الصناعيه وما بين بعضها. وده مهم جدا علشان خاطر في الاخر المنظومه تطلع بشكل كويس. يعني خلونا نقول برضو يا جماعه، كل شخص مهم في مهنته. المهندس مهم في شغلته والصنايعي مهم في شغلته. لا ده يخش في شغل ده ولا ده يخش في شغل ده، ولا ده يبص في رزق ده ولا ده يبص في رزق ده. لكن لازم نظبط الدنيا. ما ينفعش اللي بيحصل. انا والله العظيم بقى يعني كبني ادم بزعل جدا لما اخش الاقي الصناعيه بتضارب في بعض على السوشيال ميديا، يعني الفيس او التويتر او الحاجات اللي زي كده. بيضربوا في الاسعار، بيغلطوا ببعض، ويقول له ده شغل ما اعرفش ايه، وده يقول له لا شغل ايه، او يجاملوا بعض بالزياده ويبقى شغل وحش ويقول له الله ينور ده شغل ما حصلش. والشكاوي اللي بتحصل من الزباين. عايزين نوصل لمرحله ان نقدر نظبط فيها المنظومه دي. هنتابع الكلام ده المره الجايه، فخلوكم معانا عشان الموضوع طويل، بس احنا هنقسمه على اجزاء. دمتم بخير، وما تنسوش اللايك والشير، والسلام عليكم ورحمه الله.